من اكتر الحاجات الناجحه ان الكلاينت يحس ان المنتج او سيرفيس هتحل له مشكله. خير يا استاذ ممتاز. مساء النور. انا عندي سؤال. قولي. وانا ببني الكونتنت بلان بتاعتي افكر ازاي؟ حلو السؤال. افكر ازاي في الكونتنت؟ هفكر بدماغ العميل بتاعي ازاي. يعني انا دلوقتي تعالي نفكر مع بعض. انتي النهارده خلينا ناخد اكزامبل جينيريك قوي. بتفكري تشتري شامبو، اوكي. ايه الحاجات اللي بتيجي في دماغك؟ على حسب المشكله اللي عندي. حلو. يبقى انا لازم اعرف الكلاينت بتاعي ايه مشكلته، وابدا ارد على الاسئله اللي بتدور في دماغه بالكونتنت بتاعي. ده رقم واحد. انا بشوف انه من اكتر الحاجات الناجحه ان الكلاينت يحس ان المنتج او سيرفيس هتحل له مشكله. فلو مشكله تقصيف هوريكي قد ايه ممكن تتغلبي عليها، لو مشكله تساقط هوريكي، وهكذا. فتدرسي كويس قوي قبل الكونتنت الكلاينت، التارجت اودينس. عشان في ناس بتقوم يلا نعمل كونتنت دلوقتي من غير استراتيجي، من غير اناليسيس، من غير فهم كويس للكلاينت بتاعي. فافكر ازاي؟ افكر بدماغ الكلاينت. هو محتاج يسمع ايه دلوقتي؟ هو فين في الفانل بتاعي؟ هل هو دلوقتي لسه هيسمع عن البرودكت؟ هل هو سمع عنه قبل كده وفي مرحله انه بيقارني ببرودكت تاني فابدا بقى اقول له هنا مميزات وحاجات؟ هل هو عدى بالمرحلتين دول بس مستني يقبض اول الشهر عشان يشتري المنتج فانا اروح له باوفر او فمهم قوي افكر بدماغ العميل واشوف هو في انهي مرحله عشان ابني البلان بتاعتي تعمل سيلز على طول. طب ده بالنسبه للشامبو، اخبار البلسم ايه؟